السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا بألف خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هو عباره عن غريبه بمذاق خاص. كل اللي جربها وكلها تيتبناها. غادي تقولوا لي كثرتي علينا من الغريبات، ولكن كيف تعرفوا الغريبه تتبقى من الحلويات المفضله عندي. سهله مهله، فقط تنخلطوها وتنعملوا كويرات وها حنايا الحلوه واجده بلا اي مجهود. الغريبه ديال اليوم غريبه بمذاق خاص، لانه عندها قصه. كانت هي ديك الشراره اللي خلاتني نشجع ونفتح القناه. كنت نشرتها في واحد الجروب في الفيس ولقات واحد التجاوب كبير جدا. اليوم تيفرحني نشارك معكم هاد الوصفه ديال هاد الغريبه اللي تيجي الشكل ديالها جميل وراقي، ولا المذاق ولا اروع. تلاحظوا معايا كيفاش تجي معسله وتيجي واحد المذاق فيها خفيف جدا، بحال غنقولوا فيها واحد لا فريشور وحنا تناكلوها. تتشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش تجي. اللي تياكلها تيظن انها كلها لوز، ولكن هي مصاوبه في الدقيق فقط. فيها واحد الكميه قليله ديال غبره اللوز اللي غادي نلاحظوها من بعد. وتزين بطبيعه الحال تنستعمل اللوز كونكاسي. تجي معسله، تجي لذيذه، تذوب في الفم. باش ما نطولش عليكم، المقادير ديال هاد الغريبه تنحتاج ليها 250 غرام ديال الزبده اللي ضروري تكون لينه تتسهل العمل. انا هذه خرجتها واحد ساعتين تقريبا. تنحتاج ليها كاس مع مرش ديال السكر 100 غرام. السكر تيبقى على حساب الرغبه، ممكن تعمروا الكاس. انا 100 غرام تجيني هي هذيك، ممكن تنقصوا ايضا. غادي نستعمل فيها عاده تنستعمل فقط القشره الحامض. ما توفروا لي جوج حامضات اذا استعملت القشره ديال الليمون. خديت فقط القشره الفوقانيه كيف ما تلاحظوا معايا، لان عاده البيض تعطي الحموضه حاولوا لاسيديتي حاولوا تجنبوها. وغادي نستعمل ايضا واحد القشره ديال الليمون، فقط خذوا القشره الفوقانيه. واحد التجانس جميل تيعطي واحد المذاق ديال لا فريشور في هذه الغريبه اللي تيجي لذيذ جدا. تناخذ القشره ديالهم بجوج. غادي نخلطهم بواحد الشكل متجانس. المقادير راه نعطيها وانا تنصاوب هذه الغريبه لاني ما صاوبتهمش من قبل. غادي نخلطها. هنايا الزبده الحال بارد عندنا، باقا شي شويه ما قاصحاش، ولكن مع الخدمه غادي ضروري هذه الزبده تخدم باش تولي لينا على شكل بومات. هذا هو العمل الوحيد اللي كاينه في هذه الغريبه. من بعد تنضيف ليها 4 ديال اصفر البيض فقط. وغادي نخلطها باش تجانس البيض، باش يتجانس اصفر البيض مع الخليط ديال الزبده والسكر. تلاحظوا معايا هنايا الزبده بدات تطلق ليا وضروري تخدم مزيان. وهنا تنضيف كاس ديال غبره اللوز 100 غرام، ولكن الكاس مملوء. انا تعمدت نعبر في الكاس هكا بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش الميزان. وتنستعمل كميه ديال الدقيق مع واحد المعلقه مع مراش كي تلاحظوا ديال الخميره الكيماويه. الدقيق غربلت 500 غرام. وغادي نقول اخر شحال خدات ليا. نضيف الغبره ديال اللوز وتنضيف الدقيق اللي ضفت له واحد المعلقه صغيره ديال الخميره. وتنخلط الخليط. تلاحظوا معايا تنخدمها كما تنخدم الصابلي، ما تندلكهاش. تنضيف الدقيق شويه بشويه. وهذا العجين ضروري انه يكون هذا العجين ديال هذه الغريبه ضروري انها تكون رطبه. تقريبا خدات ليا 350 غرام. دائما تنقول هاد الدقيق راه تيبقى على حساب الكاليبر الحجم ديال البيض، وايضا على حساب الجوده ديال الدقيق واش تيتشرب ولا لا. الا كانت كميه قليله اقل او اكثر ما تخافوا شيء. المهم كيف ما تلاحظوا تنخلطها حتى تتولي ليا على هاد الشكل، ما تندلكهاش، فقط تنجمعها حتى تتولي ليا على هذا الشكل، على هذا القوام. تلاحظوا معايا كيفاش تجي رطبه. تنعملها كويرات. انا ما تنترددش انني نعبرهم. مت فيها 18 غرام. تنحتاج لها للتزيين لوز كونكاسي تقريبا واحد 3 معالق كبار، وابيض ديال البيضه. الابيض البيض الاخر غادي نستعملوا معكم ان شاء الله في وصفه اخرى. تلاحظوا معايا ما تنوضعش كل كميه ديال اللوز هكا حتى لا يبقى ليا ما يكونش فيه الابيض ديال البيض. تنعمل كرات كيف ما تلاحظوا معايا. تنسطحهم بواحد الشكل بسيط. تندهن فقط الوجه وتنوضعوه في اللوز ايفيلي. تنقادلو الشكل على هذا الشكل. كتلاحظوا معايا طريقه بسيطه جدا.
البيض واحد الكميه قليله، وتنوضعو في الصينيه. انا هنايا دهنت وضعت لها الورق ديال الطياب، الا ما كتوفر شاي فقط دهنو المول هكا باش ما يلصق شاي في الصينيه. تنستمر حتى تنكمل كل الكميه اللي عندي ديال هاد الغريبه. بطبيعه الحال خصنا نعطيوها الخاطر باش يجي الشكل ديالها جميل. وتندخلها الفران ساخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه. انا عندي لا شالور تورنونت، تقريبا خدات لي في الفران واحد 20 دقيقه حتى تاخذ هاد الشكل. ما خصهاش شي تحرق. الفران بطبيعه الحال خاصنا دائما نراقبوه. وبالنسبه للاشخاص اللي عندهم الفران ديال الغاز ضروري من المراقبه في الطهي. وكي تنقول دائما كل واحد يعرف الفران ديالو والوقت ديال الطهي ديالو. بعد هي باقا سخونه تنجمع انا كلشي في صينيه وحده وغادي نسقيها بالعسل. العسل هنا عندي عسل طبيعي، استعملوا شنو ما توفر عندكم. الا توفر العسل الليمون يكون احسن. وهنا كيف ما تلاحظوا معايا تنوضع خطوط ديال العسل. هي ضروري انها تسقى مزيان، ماشي تغرق في العسل، ولكن كيف ما تلاحظوا تقريبا واحد المعلقه صغيره في كل غريبه. انا العسل وضعته في واحد القاروره، هذا تيجيني ساهل في الخويان وما تيضيع ليا شي العسل. هاد العسل هو اللي صراحه تيعطي الاضافه لهاد الغريبه اللي تيلذذها بواحد الشكل جميل جدا. فقط الا بغيتو تنقصوا الكميه السكر نقصوها في السكر حبيبات ماشي في العسل. ضروري ان الغريبات تلبس كامله بالعسل، ماشي تغرق، ولكن تكون كميه مهمه تقريبا واحد المعلقه صغيره في كل غريبه. الغريبه تكون سخونه، العسل تيكون بارد. انا تنستعمل هنا تقريبا خدات ليا واحد الكاس ديال العسل. الاله تساعد تجيني بلو براتيك على انني نستعمل المعلقه. وضروري انني نخليها حتى تبرد تماما والغريبه تتشرب الكميه ديال العسل. من بعد في التقديم انا هنايا فضلت نعملهم في هاد لي كيسيطه وهاد الكويغاطات تيكون براتيك. تشوفوا الشكل ديالها كي تجي راقيه جدا، تجي جميله، تتشرب كل كميه ديال العسل. وهانتوما تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش تجي. تنظن الصور معبره اكثر. وتيشرفني اليوم نشارك معكم الوصفه ديال هاد الغريبه اللي تنتمنى انكم تجربوها. المذاق ديال قشره الليمون ديال الحامض وديال غبره اللوز تيعطيوها واحد المذاق منعش جدا. وبطبيعه الحال العسل تيرطب وتزيد مذاق على مذاق. الصور معبره. الشكل ديالها تلاحظوا كيفاش تجي متشربه العسل، تجي معسله كيف ما تلاحظوا الشكل ديالها. تجي تذوب في الفم. تلاحظوا الشكل ديالها من الداخل. اللي كلاها تيظن انها مصاوبه فقط باللوز، ولكن كما لاحظتوا تصاوبات بالدقيق، كميه قليله الغبره اللوز في العجين، والنتيجه مذهله. انا متاكده انكم غادي تتبناوها. هذه الكميه عطاتني تقريبا 48 حبه. نتمنى طريقتي في تحضير هذه الوصفه ديال هذه الغريبه تكون عجبتكم، وانكم بالاساس تجربوها. غريبه اللي ممكن تصلح لمناسبات الاعياد، ما تردوش خصوصا على ابواب رمضان الكريم اللي ممكن تصلح لسهراتكم الرمضانيه. وصفه بامتياز للاعياد اللي تنتمنى بكل صدق انكم تجربوها. راكم تعليقاتكم الشيء اللي تيفرحني كثير. ما تردوش تخلقوا تواصل اكثر. الاشخاص اللي تكتشفوا القناه بالصدفه الف مرحبا. ما تنساوش الاشتراك من خلال الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال وعجبتكم القناه ما تنساوش الاشتراك من خلال الضغط على الزر الاحمر صابوني اشترك سبسكرايب، وايضا تفعيل الجرس هكا باش توصلوا بكل جديد، وتنشروا الفيديو ما بين الاهل والاصدقاء حتى يوصل الى اكبر عدد. نشكركم على الثقه والى فيديو قادم ان شاء الله.